ايه انواع المحاره من حيث الجوده؟ بالترتيب كده: محاره دراع او على ابوه، هنشرح كل حاجه دلوقتي. محاره دراع وموازين محاره بؤج واوتار، محاره تاكيس وتربيع. تعالوا نشوفهم مع بعض. اول نوع من الانواع المحاره هي محاره دراع او محاره ادة او محاره على ابوه. يعني ايه؟ دخلت شقه الحيطان على وضعها كده، همحرها على كده، هديها طبقه مونه. طب الحيطه مايله، طب الحيطه ضربه، حيطه مكرشه، حيطه مش مزويه، ماليش دعوه، انا بشتغل على ابوه. تمام. اقل نوع من انواع المحاره من حيث الجوده، بتعمل طبقه من المونه على الحائط دون مراعاه وزنه الحائط او تربيع الغرفه. ماليش دعوه الحيطان مزويه مش مزويه، ماليش دعوه. يعني ممكن تلاقي ميول في الحيطه او الغرفه مش متربعه. يعني ايه مش متربعه؟ يعني الحتتين المتوازيين مش نفس المقاس. اقيس هنا الاقي 4 متر، هنا 4 متر و5، 4 متر و10، 3 متر، 3 متر، 2 متر 90. تمام. فدي حيطه مش متربعه او غرفه مش متربعه. تاني حاجه محاره دراع وموازين. يعني هخش على الحيط زي ما هي، مش هغير فيها حاجه، بس الشرط الوحيد ان احط عليها الدراع بميزان الاقيها موزونه. طب علاقه الحيطه بدي ايه؟ ما اعرفش، ماليش دعوه. علاقه الحيطتين متوازيين متساويين، لا ماليش دعوه. تمام. دي تاني نوع من انواع المحاره. طبعا بتتعمل من غير بؤج، يعني انا مجرد بوزن بس وانا شغال، ما بعملش فيها حاجه. ادي عم اهو حاطط الدراع حط عليه ميزان، لو احنا فاكرين السؤال بتاع حضرتك في الاول. تمام اهو، وبيوزن بيه الحيطه وبيشتغل على ميزان الحيطه. طيب محارة البؤج او البؤج والاوتار اللي هو تربيع. الحمد لله على السلامه. وعليكم السلام. تمام. دي نوع من انواع المحاره. بتاكد من راسيه الحائط وتربيع الغرفه بس. طب علاقتها ايه بره؟ ماليش دعوه. علاقتها ايه بالباب؟ حل الباب ماليش دعوه. علاقتها ايه بالواجهه؟ ماليش دعوه. كل اللي ليه علاقه ان الاوضه تبقى متربعه. طب اوضه متربعه والصاله متربعه وكل حاجه متربعه بس لوحدها. طب المشكله هنا الاقيها فين وانا بشطب؟ احنا بنتكلم عن محاره هندسه. تمام. انت تمام معانا ولا مكتئبه متضايقه؟ تمام. هلاقي المعبره اللي عند الباب فيها سمك. تمام. الباب نفسه الحلق بتاعه يمين مش زي شمال، وفوق مش متساوي مع بعض. تمام. طبعا وانا شغال بتاكد تربيع الاوضه والزاويه بتاعتي. محاره تاكيس وتربيع. انا بحترم كله مع بعضه. فاكرين لما احنا شدينا خطان والهندسه قالت احنا عندنا مش تكبرتوا الموضوع قوي؟ ده هي فكره التاكيس والتربيع. ببداها من المباني، وممكن لو انا خدت المبنى بعد ما اتبنى بشد خطان في مرحله المحاره. وفاكرين احنا قلنا هنشد الخطان والزاويه بتاعتنا بفيثاغورس. تمام. واتاكد ان كل العلاقات كلها متساويه. طيب الحيطه، انا بتكلم في الوضع ان الاوضه مربعه. الحيطه دي موازيه لدي تماما، ودي موازيه لدي تماما، ودول عمودين على بعض بالظبط بالشعر. تمام. ده في التعكيس والتربيع. وعلاقه بره بجوه الصاله بالطرقه بالاوض كلها مظبوطه. وعليكم السلام. بيتاكد هنا من الزاويه بتاعه المباني. طيب ليه محاره التاكيس والتربيع هي الافضل والاغلى؟ عشان خاطر ان انا مش هلاقي ولا غلاقه هنا في قلب الاوضه. ولو لقيت غلاقه عمرها ما تكون سمكه. يعني ايه غلاقه؟ اصلا الغلاقه بواقي بلاطه. تمام. الغلاقه المفروض هنتكلم عليها في السيراميك ما تزيدش عن نص بلاطه، ما تقلش عن نص بلاطه، ما تقلش عن نص بلاطه. طيب لو انا لقيت فيها سمكه زي هنا، لو انا عينيا جايبه صح انا متخيل ان دي اصغر من اللي عندكم او مظبوطه، يعني مش عارف.
لا لما جيت عليها مظبوطه. يبقى دي حيطه مزويه متأكسه ومتربعه الاوضه، تمام، وعلاقتها باللي حواليها نفس الكلام. ايه مظبوطه؟ مش مظبوطه صح كده؟ علشان النضاره جديده فلسه مش شايف بيها كويس. مراحل عمل البند. ايه اول حاجه؟ احنا بند المحاره يا ريس، تمام. ايه المرحله؟ اول حاجه التشوينات. هطلب طلباتي هتجيلي. انا دلوقتي شغال في اوضه، في شقه، طبعا عشان افضي مكان للناس تشتغل او حاطط كل تشويناتي في اوضه واحده، صح كده؟ صح كده؟ اقسمهم. انا بتكلم عن محاره لسه، ماشي. فعندي حبه رمل وحبه اسمنت، اوعى تحطهم كلهم في اوضه واحده، لازم اوزع. ليه اوزع؟ مش عشان الصنايعي يلاقي الحاجه جنبه ويشتغل، مش ده السبب، ده ممكن يغرقها لي ميه عشان حمل. بس ليه؟ عشان ده هيبقى حمل زياده على سقف الاوضه دي. انا الرمل والاسمنت دول حاجه تقيله جدا، وزنها تقيل، فدول لما بحطهم في اوضه واحده ده معناه ان السقف بتاع الاوضه دي شال اكبر من حمله بكتير، تمام. فانا بعمل ايه؟ بوزعهم على كذا مكان. طيب ايه الخطوات بعد التشوينات؟ اول حاجه بجهز السطح ان انا همحره. تاني حاجه هطرطش، بعد كده بؤج واوتار، بعد كده طبقه بطانه، بعد كده طبقه دهار. المرحله بتاعت البؤج والاوتار دي احنا قلنا تفرق من مستوى جوده لمستوى جوده لمستوى جوده. يعني ممكن الغيها خالص في اول مستويين زي ما احنا اتفقنا هندسه، غير كده ببدا احط البؤج والاوتار بتاعتي. امتى ببدا في اعمال البند؟ براحتك. ببدا بعد ما بخلص بند المباني بالكامل. ما تحاولش تبني والمحاره شغاله. ليه؟ عشان لسه هيكون الطوب هيعوز معالجه، عايز وقت. فانا اخلص بند المباني بالكامل، تمام. بعد كده ببدا مرحله الطرطشه والبؤج. يعني ايه بجهز السطح للياسه؟ دي اول حاجه. لفظ الياسه ما اتقالش قبل كده، يبقى محاره، بياض، لياسه، كل دي مصطلحات لنفس البند، تمام. ايه اول حاجه بعملها؟ بكحل العرانيس بتاعه المباني بتاعه الطوب، اكحلها. المرحله دي المفروض انها حصلت وانا ببني. يعني ايه بكحل؟ باجي على العرنوس، المفروض هنا الطوبه وطوبه جنبيهم مونه، المونه اول ما تظهر منه يقوم مكحلها، يقوم مدخلها لجوه سنتي او نص سنتي او سنتي ونص، الاقيها داخله. ليه؟ تديني بروز كده او تديلي داخله اقدر طرطش عليها فتمسك معايا في المحاره، تمام. لو انا عندي زي ما كنا اتكلمنا في المباني، لو بارزه وما كسرهاش، يبقى دي بالنسبه لي لما اكسرها باثر على تماسك المونه اللي بين الطوب. الحمد لله على السلامه هندسه. لا بان على صوتي خلاص، انا اسف. تمام. ادي التكحيله اهي، ادي التكحيله اهي، ادي التكحيله اهي. طيب تاني حاجه بنقر في الاسطح الملساء. تنقير لفظ وزنبره لفظ. يعني ساعات اروح مكان الاقي العمود الخرسانه طالع حاجه اسمها فير فيس، يعني شكله كده جميل ومنور كده، تمام. ده ما ينفعنيش في المحاره. تاني انا عايز اعمل حاجه من تماسك ما بين السطح القديم والمحاره او المونه الجديده، تمام. فانا بعمل ايه؟ بخليه ينقره، تمام. طب بنقره بايه؟ بحاجه اسمها زي مسدس او هيلتي كده، يقعد يدقدق فيه لغايه ما يعمل لي النقر دي. النقر دي هي الحاجه اللي هتمسك ما بين المحاره او الطرطشه وما بين الجسم او العمود بتاعي، تمام. لو واخدين بالكم اهو عمال بالهيلتي وعمال ينقر فيه. ثالث حاجه رش الاسطح بالميه. اخطر واهم حاجه عندي خالص. ليه؟ اولا يمنع امتصاص الميه من المونه. لما اجي احط المونه اللي هي عباره عن رمل واسمنت وميه، واتفقنا ان ده عباره عن تفاعل كيميائي بيحصل، فلو اتسحبت الميه من قلب التفاعل الكيميائي ده، التفاعل ده هيقف، فيبقى كده المحاره هتفصل بعد شويه لان التفاعل ما كملش. طب بعمل ايه؟ بخلي الطوب شارب ميه عشان خاطر لما طرطش عليه الاسمنت الاقيه تماسك، تمام كده.
دي يبقى اول حاجه منع امتصاص الماء من المونه. 2 تحسين تماسك بين المحاره والحيطه. تمام. 3 توزيع متجانس للرطوبه، الميه تبقى منتشره في الموضوع بكله. زياده عمر المحاره الافتراضي، ومنع ظاهره التشقق الجديد السريع، وتحسين جوده التشطيب النهائي. طيب هستخدم الفرشه السلك. احنا ممكن نراجعهم مع بعض اللي عملناه في تجهيز الاسطح تاني. كحلنا العرانيس ونقرنا ورشينا ميه. هستخدم ليه الفرشه السلك؟ انضف اي حاجه ماسكه على الطوب او العمود او تراب ايا كان، اي حاجه لازقه عليهم، جبس مثلا وقع من اي بني ادم لا مؤاخذه حمار في الموقع، او انزل كل ده بحيث الطوبه تبقى نظيفه ومبلوله تقدر تمسك في المونه اللي جايه. تمام. برضو بزود خشونه السطح. كل هدفي كل ما السطح خشن كل ما هيبقى التفاعل احسن. رقم 5 غلق الشنايش وازاله زوائد المبنى والخشب والحديد. يعني ايه؟ يعني ايه شنيشه؟ يعني فتحه في الحيطه. شنيشه يعني فتحه في الحيطه. هدفها ايه؟ في الغالب المبنى وهو شغال بيحتاج يعمل سقاله. السقاله دي بتركب على شنيشه زي دي عشان يحمل على الحيطه وهو شغال. مش عارف مين، او شنايش شبه كده، مش عارف مين عايز يعمل سقاله، حد كسر لايا كان السبب قبل ما ابدا محاره، لازم كل ده يتقفل. تمام. طب لقينا فاكرين كنا عاملين طفشه خشب فوق المباني، اشيلها وانضف مكانها. عندي حد حط حديده مش في مكانها، كنا مثلا عايزين نعمل حيطه فخرمنا في العمود عشان نعمل مش عارف رباط مش عارف ايه. دلوقتي انا عايز كل ده يترمي، الحيطه تبقى نظيفه جاهزه ان انا امحر عليها. 6 التمديدات الكهربائيه. طيب امتى بعمل التمديدات الكهربائيه؟ مش دي هنا في معضله صغنطوطه. ممكن احط الخراطيم بتاعتي براحتي، ممكن ابدا هنا براحتي واخلصها وابدا بند المحاره. بس العلب في حاله لو انا هعمل بؤج واوتار اللي لسه هنتكلم عليها كمان شويه، بستنى لغايه ما اعمل بؤج والاوتار. لو مش هعمل بؤج واوتار يبقى المفروض اكون مخلصها. طيب في حاله لو انا مش هعمل بؤج واوتار، ما لو بنيجي بدري كنا عرفنا ايه البؤج والاوتار. لا العفو العفو، انا بس عارف ان حضرتك تعبان. سريعا قلنا المحاره 4 انواع. اول حاجه محاره دراع، يعني انا همشي على شكل الحيطه ماليش دعوه باي حاجه تاني. تمام. في محاره دراع وموازين هوزن الحيطه بس ماليش دعوه ان كان علاقات الحيطان ببعضها ايه. تمام. ثالث حاجه محاره بالبؤج. يعني ايه بؤج؟ يعني انا بحترم تربيع الغرفه. تمام. في بقى بعديها التاكيس والتربيع، علاقه الاوضه بالاوض اللي جنبها. ماشي. فاحنا دلوقتي لو في حاله ان انا هشتغل من النوعين الاولانيين اللي هو دراع او دراع وميزان، تمام، يبقى انا هشتغل في الكهرباء قبل ما اشتغل في المحاره، لان بتاع المحاره هيشتغل دريك 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 ورا بعضه مش هيستنى. تمام. لو انا هعمل بعد اوتار يعني انا هبدا احترم الحيطه واقول هبرز هنا قد ايه، وده اللي هنتكلم عليه بعد شويه. لو انا عندي بعد اوتار يبقى انا لازم اخلص، ممكن امشي الخراطيم بعد كده ابقى افكر في موضوع الكهرباء. حضرتك فاهم حاجه؟ كده كده هنعيد المعلومه دي مرتين دلوقتي. 7 عمل شبك الياسه او شبك بقلاوه. هنا نبدا نركز شويه عشان ده اللي يفرق ما بيننا وما بين البلدي. طيب ايه الشبك الياسه او شبك البقلاوه والزوايا فريسبيكو كمان؟ اتفقنا ان في فرق في التمدد او عامل تمدد ما بين العمود وما بين المباني، ما بين الكاميرا وما بين المباني. مباني يعني الطوب. طب الفرق ده يحصل ان ده ممكن ينزل او يعلى اسمه تريح مباني، او انه بيتمددوا وينكمشوا. طب امسك الاثنين دول ببعض ازاي عشان التمدد والانكماش ده يقل؟ ابدا امسكه يا اما شبك بلاستيك او شبك حديد. لو عايزين نفرق ما بينهم، في شبك معدني وشبك بلاستيك. الشبك المعدني اقوى بس ممكن يصدي لو مش متجلفن مش عارف ايه، المهم ممكن نبقى نبص عليه براحتنا، واغلى المعدني اغلى من البلاستيك.
تمام. استخدم امتى واستخدم ده امتى عشان خاطر المعاملات التمدد والانكماش. انا بتكلم بسرعه فانتوا مركزين معايا ولا تايهين؟ تمام. هندسه اللي تعبان. انتوا تمام؟ انا يعني لو بربنت ممكن اهدي. تمام. ايه؟ ايوه. طيب استخدم الشبك المعدني امتى؟ لو بين عمود وكاميرا، حوائط خارجيه، اماكن معرضه للحركه. يعني ايه اماكن معرضه للحركه؟ لو انا مثلا بشتغل في مترو او بشتغل في مبنى جنب قطر او حاجه، يبقى انا بستخدم المعدني اكتر. بشتغل الشبك البلاستيك امتى؟ شروخ سطحيه بسيطه. لو انا مثلا مع الوقت لقيت في مكان مشرخ، تمام، الشرخ ده بسيط، ممكن افرغ مكان المحاره واحط مكانه الشبك البلاستيك وخلاص. تمام. مناطق داخليه غير معرضه للرطوبه. ثالث حاجه في الاعمال الاقتصاديه لو عايز اوفر، بس يا ريت ما توفرش. ايه الزوايا الفروسبيكو؟ زاويه حديد او معدن، تمام، بتركب ما بين في نهايه العمود زي كده. لو انا العمود عامل معايا ركبه زي كده اقوم حاططها. ليه بقى؟ لو حضرتك بصيت كده العمود مش متساوي خالص. زمان كان يبدا يحط لك حته ديكوريه زاويه خشب كده معفنه ملهاش لازمه، دي بتتفك وبتتكسر وبتبوظ بسرعه. تمام كده. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بحط وقبل المحاره احط زاويه الفريسبيكو دي، تمام، واثبتها. ليه؟ هتضمن لي ان الموضوع ده راسي خالص. تمام كده. راسي ومش هيتكسر ومش هيبوظ وبتاع والنقاش مش هيبوظه. تمام. ايوه بصي من فوق لتحت مش مظبوط خالص. تمام. تلاقي بارز وغطس وبارز وغطس. قبل المحاره كل ده انا بجهز السطح للمحاره. يعني انا هشوف الزاويه الفريسبيكو دي راكبه، اشوف ان انا نظفت وبليت وي تمام. كل اللي فات ده حطيت سلك الشبكه او السلك البقلاوه. تمام. الزاويه دي مع انها بعد كده لان هو هيمحر المفروض عليها يبقى يخفيها خالص. لا مش هتبقى ظاهره. مش عامله عليكم السلام. مش عامله زي زوايا السيراميك. لا. بتخلي الزاويه قايمه منتظمه 100%، تمنع تكسير الحواف بعد التشطيب، تحسن الشكل النهائي للمحاره، تسهل عمليه استواء السطح، تحمي الزوايا من التآكل. مرحله الطرطشه بمسامير، مسمار صلب عشان انا دلوقتي بركب في عمود. اوكي. الطرطشه اول حاجه. يعني ايه طرطشه؟ هيجيب مونه عباره عن اسمنت ورمل وميه، بس اسمنتها كبير شويه، تمام، ويبدا يرش على الحيطه. تمام. لما يرش على الحيطه لازم يطلع الشكل معاه كده، عباره عن ايه؟ كانك ماسك مسمار، كانك بتلمس مسمار، تقعد تمسك ايديك كده ايديك تتعور. اي شكل تاني للطرطشه غير المنظر ده دي ما اسمهاش طرطشه. يعني ممكن هو شغال تلاقي حته ملساء كده وجميله ولذيذه، لا ده انا برش جامد وبنطر جامد عشان خاطر تعمل معايا الشكل ده. خلينا نفتكر. طيب هيرش، وبعد ما يعمل الطرطشه بتاعته لازم اقعد ارش الطرطشه دي 7 ايام صبح وبالليل عشان التفاعل بتاعها يكمل. يعني دي كأن انا بعمل مسامير في الحيطه تمسك معايا الملو اللي هيحصل بعد كده. تمام. في حاله لو انا هعمل بؤج، البؤج دي اتفقنا ان ساعات تشد خيطان او حاجه من اتنين. يا اما الاوضه هحترمها مع نفسها والصاله مع نفسها والطرقه مع نفسها وكل حاجه لوحدها، تمام، يا اما هعمل المبنى كله محترم بعضه. تمام. في حاله المبنى كله محترم بعضه بشد خيطان للمبنى من بره وبين جوه، وزي ما اتفقت معاكم وقلت لكم قبل كده نشتغل من بره من اول الواجهه وانقل لجوه. ده لو انا شغال المبنى مع بعضه، مبنى او شقه او ده لو هحترم المبنى نفسه. لو انا هحترم اوضه اوضه، ده يبقى هشد خيط في جوه كل اوضه، تمام، واقسط منه واشوف الاوضه دي عشان تبقى مربعه
اخدها على مقاسات قد ايه؟ بحيث ان اقل سمك من الحيطه 3 سم. تمام؟ 2 سم اسف. واحده واحده كده عشان احنا ايه، حاسس ان انا بهري ومحدش معايا. عمري جبت القلمين، معلش. ممكن اقلم؟ ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ تسلم ايدك. هو انا المفروض النهارده ان احنا بنلم اللي احنا كل شرحناه قبل كده، بس خلينا نقول مع بعض تاني. انا عندي الاوضه دي عامله كده، تمام؟ وانا عارف انها مش مظبوطه، اكيد المباني ما تطلعش 100%. تمام؟ هفترض ان اقل سمك سنتي ونص للغرفه كلها. تمام؟ السمك ده هو سمك المحاره، المفروض هيرجع سنتي ونص من هنا، سنتي ونص من هنا، سنتي ونص من هنا، سنتي ونص من هنا. تمام؟ هبدا اشد الخيط واحترم جنب من الاجناب بتاعت الاوضه، وابدا احط عليه خيط عمودي عليه بطريقه فيثاغورس. تمام؟ 3 4 5. يعني ايه؟ يعني انا هشد كده، واشد هنا اخد هنا، الحمد لله على السلامه يا هندسه، 30 سم 40 سم، واشد كده 50 سم. لازم يطلع لي ده 50 سم. تمام؟ ده الخطوات. فانا اول حاجه شادد ده، وده عمودي عليه، ده خيط وده خيط، وده اخد هنا مقاس 30 سم 40 سم، وده يبقى 50، يبقى انا كده اتاكدت ان الزاويه دي 90 سم. تمام؟ بلقط منها من هنا لهنا، هو عمل بؤجه مبدئيه سمكها سنتي ونص. تمام؟ ومن هنا بؤجه مبدئيه سنتي ونص. تمام؟ وبلقط ده كده وده كده، ده كده وده كده. المفروض الاقي ايه؟ المفروض الاقي المقاس ده اهو، سوري، هو نفس المقاس ده. تمام؟ يبقى كده سنتي ونص هنا، سنتي ونص هنا نفعت. تمام؟ ولو هنا نفس المقاس ده هو نفس المقاس ده، كده بقى احنا ربعنا الاوضه. نفس الكلام، احنا قلنا هنعمل هنا بؤجه، وهنعمل هنا بؤجه في اقرب مكان جنب الباب، واخد نفس المقاسات. ده قد ده، وده سوري، ده قد ده، وده قد ده. متخيلين؟ طيب لو انا لقيت ان الاغلبيه صح، بس ده عايز يزيد معايا نص سنتي، هبدا ازود ده نص سنتي عشان الحته تتعدل. كده هيبقى الاثنين نفس المقاس. تمام؟ ارجع بده نص سنتي تمشي، بحيث ان كل المقاسات من الاكسين دول يبقوا مظبوطين. تمام؟ الحيطه دي انا براجع، انا بظبط حيطه. الحيطه دي لازم تكون بعد البؤجه بتاعتها من هنا لهنا قد البؤجه من هنا لهنا. حد تاه؟ انا شايف شحراء جرداء.
هوريكم صور بس خلينا نعيد تاني عشان هي مش هتتفهم بالصور، هتتفهم ولا فيديو. صدقني ما لقيتش حاجه تفهم اكتر من كده، فخلينا واحده واحده. خلينا نقول اهي، ادي الحيطه اهي، تمام؟ الحيطه دي مباني طوب، تمام؟ هفترض ان انا خلاص متاكد من الاكس ده. الاكس ده عباره عن خيط، تمام؟ الخيط ده انا متاكد مليون في الميه ان هو مظبوط، زاويته بزاويه 90. احنا متفقين انه الزوايا المربع او المستطيل، نعرفه مربع او مستطيل ازاي؟ لما ده بيكون زاويته 90 درجه وده 90 درجه، يبقى البعد ده قد البعد ده، عشان ده موازي لده كمان. ده مبدأ في الرياضه، تمام؟ هندسه. فعشان خاطر كده يبقى انا لو خدت، المفروض لو انا خدت مقاس من هنا لهنا يساوي المقاس اللي من هنا لهنا، تمام؟ لان الحيطه دي موازيه لده، تمام؟ للاكس. متفقين؟ طب متفق حضرتك فاهم؟ هندسه. طيب انا عشان اتاكد، انا عشان خاطر ان ده طوب مباني مش متاكد من استقامته، بعمل ايه؟ بعمل بؤجه على اعتبار ان دي شكل المحاره في الاخر. البؤجه هو كاني بقول للمحاره هي كده، بعد ما هتنشف هتبقى شكلها كده، فالبؤجه بتبقى عامله كده. وانا هحط محاره سنتي ونص، وهحط محاره سنتي ونص هنا، ده اذا افترضنا ان دي يعني معموله بايد فنان، تمام؟ جيت اقيس لقيت دي 9 متر مثلا، سوري عشان احنا جوه اوضه مثلا هنلاقيها متر، تمام؟ لقيت دي 99 سنتي ونص، تمام؟ عشان تبقى متر هشيل النص سنتي ده، يعني هرجع المحاره كده كده، فلما شلت النص سنتي بقت دي 1 متر، ده قد ده، يبقى ده موازي لده. متفقين؟ هندسه. تمام؟ طيب نفس الكلام المفروض اعمله هنا مع البؤجه الجديده اللي هنا. البؤجه دي يعني شكل المحاره، سوري عاملينها بايه؟ عاملينها بالازرق. ادي بؤجه وادي بؤجه، حلو؟ هاخد مقاس، المقاس ده كام يا عم؟ هنقول بقى، هنفترض انه متر مثلا او 2 متر، وهنا لقيناه 2 متر و5 سم، يبقى البؤجه دي عايزه تزيد بدل سنتي ونص تبقى 2 سم، تمام؟ لما تبقى 2 سم سوري 2 سم، ما 2 متر و5 سم، 2 متر و5 سم، هي سنتي ونص، نص يعني ملي صح؟ المهم هتبقى 2 سم عشان خاطر دول 5 ملي او نص سم، ماشي؟ نعم. ايه؟ هتزيد بوجه هنا، تزيد عشان هو المقاس ده هنا زاد، فانا عايز اقلل المقاس، يبقى لازم البوجه دي تزيد. انا بجاوب على سؤالك. دي كانت المقاس ده قليل، فانا عايز ارجعها لورا. متفقين؟ هندسه. فهيبقى النتيجه ان هلاقي ممكن المحاره نفسها عامله سمكه، بمعنى ان هي من كبير لصغير، ما عنديش مشكله، بس بحيث ان هي تنفذ لي الشروط اللي هنقولها دلوقتي. ما هو لما الحيطه تكون مايله يبقى المحاره اللي عليها عشان تظبطها تبقى فيها ميول برضه، تمام؟ انا بتكلم كقطاع كاني قاطع او كابلات. ايه لازمه بقى الاستاذه البؤجه؟ البؤج بتوضح منسوب الحائط بعد بياض المحاره، ده شكل الحيطه في الاخر، تمام؟ هيتم عمل عليها علب الكهرباء. احنا قلنا لو انا مش هشتغل بالبؤج يبقى الكهرباء اكون مخلصها علب. طب لو انا هشتغل ببؤج، المحاره بتقول لي او البؤجه بتقول لي ان انا هطلع بالحيطه من تحت 3 4 سم، هرجع لورا سنتي،
مقاس علبه الكهرباء، الكهرباء يكسر يغوط في الحيطه قد ايه؟ طب لو هو غوط بزياده هلاقي العلبه داخله لجوه، اجي اركب عليها الشاسيه من بره مش هعرف.